بس اول ما عرفوا فكره الهجس او ان هو ممكن يساهموا بشيء لا لتهدئه الاوضاع ولا لتملق طرف على حساب طرف، انما حسوا بواجبهم انه الناس اللي ماتت دي ولادنا واخواتنا، وما كانش عندهم اي اطماع شخصيه. والصور اللي طلعناها امبارح بتقول كده. تاني، ما اعرفش انت شفتهم ولا لا يا وائل؟ انا ما شفتش ولا على واحد. الشاشه طالعين دول شباب زي الورد، هم دول ورد الجناين، دول اللي نزلوا زي ما قال وائل. لا عايزين حاجه، ما تعيطش يا وائل، وائل ما تعيطش. دول ناس لا كانوا عايزين رئاسة حزب ولا ناس قتلهم الفقر وخارجين بسبب ان الدنيا ضيقه في وشهم. دول خرجوا بس لوجه مصر، خرجوا بس لوجه البلد، وقالوا اللي ما قدروش يعملوه الاجيال اللي قبلنا احنا نقدر نعمله. احنا مش نشطاء، احنا ما بنتمولش من حد، احنا عايزين نقول احنا بنحب البلد. ولولا انني لست في حل ان اعلن عن اسماء او اسم بعينه لكنت قلت انه في شخص مباشره قال فكره التعويض المادي واللي ممكن يساند بشيء او بشكل ما موجود وجاهز، وما اقدرش اقول اكتر من كده لاني لست في حل من ذلك. انا عايز اقول لكل ام وكل اب بجد فقد ابنه، انا اسف بس دي مش غلطتنا، والله العظيم ما غلطتنا، دي غلطة كل واحد كان ماسك في السلطة ومثبت فيها. عايز امشي.